بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. متابعة من المتابعين حبايبي الجميلة ربنا يخليها ليا. بتقولي ليه هو انت لابسة غامق على طول؟ أنا لبسلك أبيض اهو عشان خاطر انتي حبيبتي، وانا قلت الون واغير شويه. المهم يا جماعه، احنا النهارده عندنا موضوع مش قادره استوعبه، وطبعا زي ما انتوا عارفين الموضوع بتاعنا اللي احنا كلنا بندور في دايره مغلقه، وزي ما قلتوا في الفيديو اللي قبل ده احنا منتظرين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم تعليق جلسات البرلمان انتهى بعد ما وافق على القانون. دلوقتي احنا في انتظار موافقة الرئيس. هل الرئيس هيصدق على القانون او هيرجعه للبرلمان، او هنستنى القانون هيتني متعلق كده لحد ما يروح البرلمان الجديد ويبقى في برلمان جديد ويعاد تاني ان هم يناقشوه ويقولوا فيه كلام جديد؟ هل الرئيس هيلغي المادتين اللي هم، وخاصة مادة ال7 سنين وال5 سنين، ال7 سنين للسكني وال5 للتجاري ولا لا؟ احنا كل واحد طالع على السوشيال ميديا دلوقتي يا جماعة بيقول اجتهادات، مفيش حاجة صريحة ومفيش حاجة مباشرة، وصمت الرئيس يحير. فطبعا احنا عندنا برضو موضوع تاني يمكن يكون هو شغله جدا 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 ومش مخليه مركز في الجبهة الداخلية، هو موضوع سد النهضة وتدخل امريكا دلوقتي في سد النهضة. موضوع سد النهضة دوت ان شاء الله هنعمل عنه فيديو ونعرف ايه اوله من اخره وراسنا من رجلنا فيه. طبعا ممكن يكون الرئيس يعني ايه شغله الشاغل موضوع سد النهضة، لان طبعا احنا اكتشفنا والمصريين اكتشفوا ان التمويل الذاتي لسد النهضة كان من امريكا. امريكا هي اللي ممولة السد، وزي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان ترامب في شهر 1 ذكر مصر على طاولة المفاوضات في امريكا مرتين. شوفوا بقى يا جماعة، يعني ما تعرفش احنا الضربة هتجيلنا منين، الله اعلى واعلم. خلينا نخش في الموضوع الاساسي بتاعنا وهو موضوع الايجار القديم. في شخص بقى يا جماعة دلوقتي داير على السوشيال ميديا وجميع القنوات الفضائية اللي تحت السلم والمعلنة واللي مش معلنة، وداير يلف وعمال يشتم في المستأجرين، وان المستأجرين دول مالهمش لازمة، والمستأجرين دول، وبيتكلم بألفاظ سيئة انا مش هقدر اقولها. اكيد كلكم سمعتوا الراجل ده وعارفين هو مين. دلوقتي انا هتكلم عليه، وهو رئيس اتحاد ائتلاف الملاك. رئيس اتحاد ائتلاف الملاك زيه زي رابطة الملاك، زي ما عندنا شريف الجعار هو رئيس اتحاد رابطة المستأجرين. طبعا ده بيدافع عن اللي ليه وده بيدافع عن اللي ليه، بس احنا عندنا رابطة المستأجرين اللي انا منهم، الراجل اللي احنا بنتكلم بلسانه دلوقتي اللي هو سيادة المستشار شريف الجعار، راجل محترم جدا، عمره ما غلط في المالك ولا في الملاك، بل بالعكس يقول الملاك دول اخواتنا واهالينا وحبايبنا. لكن على الجهة التانية بقى والاختلاف الناحية التانية الاستاذ مصطفى عبد الرحمن. يعني معلش، يعني مع احترامي للاستاذ مصطفى عبد الرحمن واحترامي للدولة واحترامي للناس كلها واحترامي لجميع الملاك، هو مين الاستاذ مصطفى عبد الرحمن اللي خارج عمال يشتم في المستأجرين ويهزق فيهم ويقول لفظا كده؟ يعني مش عارفة، بيشتم ويقول حاجات مش كويسة خالص علينا كمستأجرين. ليه يا جماعة؟ المستأجرين دول دافعين خلوات ودافعين مقدمات، وطول عمرنا بندفع ايجار، ووضبنا الشقق على حسابنا، دفعنا غاز وميه ونور وابواب حديد وسيراميك وشبابيك، احنا كنا واخدين الشقه على الطوب الاحمر. هو ليه كده؟ هو في ايه؟
امال لما القانون يصدر هيعمل فينا ايه؟ كل ده والقانون ما صدرش وعمال يتكلم الكلام ده. وبرضه سمعت له فيديو بيقول ان هو لما القانون يتنفذ هوريكوا انا مين ومين اللي بيسندني ومين اللي بيعملني. يعني انا مش عايزه اقول، احنا عايزين نقدم بلاغ للنائب العام باي حق يطلع الاستاذ مصطفى عبد الرحمن يتكلم على المستاجرين بالطريقه دي. المستاجرين دول مصريين زيهم زي الملاك برضو. هو في ايه؟ انا مش عارفه، مش مستوعبه ان في حد في مصر بيكره مصر بالطريقه دي. زي ما قلت في الاول ان المستاجرين والملاك طول عمرهم اخوات، بل هم نسايب كمان. الجاره اللي فوق واخده بنتي، والجاره اللي جنبي اللي في الشارع اللي قصادي انا ساكنه في بيتها واخده ابني، واخده يعني، وهكذا بصرف النظر عني انا. يعني كله مناسب من بعضه، كلنا اهل يا جماعه. ايه الفتنه اللي حصلت بين الملاك والمستاجرين وطالعين عمالين يتكلموا يقولوا ده انتوا سحتجيه، ده انتوا عايشين ببلاش، ده 70 سنه و80 سنه. ما 70 سنه و80 سنه دول يا جماعه انتوا خدتوا حقهم تالت ومتلت. برضه هنرجع نعيد الموضوع من الاول. انت واخد ترخيص بالبنى على اساس انك انت وما بتدفعش ضريبه عقاريه زي ما بيقولوا. واخد حاجات اسمنت ورمل وزلط من الحكومه وحديد مدعم على اساس ان انت ساهمت وقتها في 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 في, في حل مشكله الدوله. هي الدوله عملت القانون ده ليه؟ عشان كان عندها ازمه في السكن، فقالت اللي هيبني بغرض الايجار هنعمل له 1 2 3. ما انت خدت مننا فلوس ورحت عملت بيها عماره واثنين وثلاثه، وتربحت من الفلوس دي. ايام احنا ما كناش لاقيين اللضا، كان مرتب ابويا ساعتها 3 جنيه، ويوم ما اتمعظم ابويا خد 7 جنيه و12 جنيه، كنا بندفع منهم 3 جنيه ونص ايجار، في عز ما كان مرتبه 9 جنيه و6 جنيه. يعني كان المالك صاحب البيت بياخد نص الايجار، نص المرتب بتاع الموظف. يعني احنا ما قعدناش ببلاش. انت كنت بتاخد 3 جنيه ونص واحنا كنا بنصرف 3 جنيه ونص او 6 جنيه. كنت بتاخد تلت المرتب بتاع صاحب الشقه اللي هو ساكنها، غير ما احنا واخدين الشقه على البلاط، على الطوب الاحمر، احنا اللي عاملين فيها كل حاجه. ليه استاذ مصطفى عبد الرحمن يطلع يتكلم الكلام ده ويقوم المالك على المستاجر ويكره المستاجر في المالك؟ ليه؟ ما احنا اتفقنا حتى لو القانون صدر، لو فرضا القانون صدر، احنا هنقعد مع بعض 7 سنين والله اعلى واعلم هنروح فين برضه. بس انا عن نفسي انا متمسكه بمكاني، بشقتي، ببيتي، حياتي. اصل هي الشقه ايه؟ هي اربع حيطان بس؟ لا، الشقه الشارع والمدارس وكل الذكريات. خلفنا العيال هنا وجوزنا العيال هنا وعملنا، والعيال اتربوا هنا. وفي ايه يا جماعه؟ وفي ايه؟ يعني بصراحه ربنا استاذ مصطفى ده لابد ان حد يحاسبه. مش من حقه ان هو يطلع يهين اي مستاجر ولا اي مواطن مصري، مش من حقه خالص. وعندي موضوع تاني جميل قوي برضو من الاستاذ شريف الجعار رئيس رابطه المستاجرين يا جماعه. بيقول يعني هو بيطمنا، وزي ما قلت كل واحد بيجتهد في الموضوع ده. لسه ما فيش قرار رسمي بصدور القانون، احنا ما نعرفش اي حاجه، كل واحد بيطلع يقول كلمتين اجتهادا من الواحد يعني. وده مش كلام اخير، لسه الرئيس هيقول كلمته في الاخر. الرئيس هيقول الكلمه بتاعته، هتبقى فوق دماغي وفوق دماغ استاذ مصطفى عبد الرحمن وفوق دماغ الكل. هو الفيصل ما بيننا وما بين الملك والمستاجر. وارجع واقول تاني للمره المليون، احنا بلاش الحرب الداخليه، احنا عايزين نحافظ على التوازن الداخلي جوه الدوله. كفايه علينا المصايب اللي بتجينا من بره. الرساله اللي جايه لنا بقى من سياده المستشار شريف الجعار، هو بيطمنا ان هو يعني هيدافع عننا باستماتة، وهيرشح نفسه في دورة البرلمان اللي جاية
علشان خاطر يدافع بس عن رابطة المستأجرين وقانون الإيجار القديم وحق المستأجر، وبرضه بيدافع عن المالك وهو حقه ان تحرير الأجرة، تحرير الإيجار مش تحرير العلاقة الإيجارية. في فرق بين تحرير ان انا ازود الإيجار، وفي فرق ما بين ان انا اسيب الشقة واطلع. هو ده الفرق. فيا ريت كل واحد يحترم اخوه ويحترم نفسه. و عايزه اقول ايه، يعني كل واحد يخليه في حاله، ايا كان مالك يخليه في حاله، ايا كان مستاجر يخليه في حاله لحين صدور القانون. والله القانون صدر هيبقى خلاص بقى امر واقع عليا وعلى المستاجر. هروح اتفاوض مع المالك واقول له انت عايز ايه عشان افضل في الشقه بعد 7 سنين. ويا ترى مين يعيش بعد 7 سنين؟ رغم ان احنا من دلوقتي متوترين بعد 7 سنين، وخليني عشت 7 سنين، بعد 7 سنين هروح فين؟ ما دي مشكله برضه. هل الدوله خلال ال7 سنين هتديني 4 أضعاف ولا 5 أضعاف المرتب اللي انا باخده دلوقتي؟ ده الدوله منزله على المرتبات 500 جنيه. تعالوا شوفوا قصادها ولا المعاشات اللي زي ده 500 جنيه، ولا معاشات تكافل وكرامه. يا ريت هما بيدونا مرتبات ومعاشات كويسه عشان نقدر نواكب السكن البديل اللي هما هيعملوه. انتوا عارفين يا جماعه السكن البديل اللي هما عايزين نسجل على المنصه بكام؟ انا قلت الكلام ده برضو قبل كده. 50,000 جنيه، وغير الاقساط بتقول لك ما يعادل 10,000 جنيه كل 3 شهور. طب مين اللي هيتوفر معاها 10,000 جنيه كل 3 شهور او 12,000 جنيه ربع سنوي كل 3 شهور؟ يعني فيما يعادل 4,000 جنيه في الشهر. طب انا ما باخدش 4,000 جنيه في الشهر، انا مرتبي يا دوبك لسه مقفل 5,000 جنيه وتعيين 2016. وزي ما قلت لكم لا عندنا ترقيه ولا عندنا حاجه، وحاجه اسمها فصل مستقل يعني ملوش ترقيات، الدوله عينتنا كده. والمعاشات نفس الطريقه، معاش جزئي 4,000 جنيه هنوفر منه كل شهر 4,000 جنيه. امال هناكل بكام وندفع ايجار بكام ونور بكام وغاز بكام وكل ده بكام؟ يا جماعه انا مش بتكلم عن نفسي انا بس، انا بتكلم على الستات دلوقتي اللي نزلت تشتغل على التكاتك. انزلوا الشوارع كده، خلي الحكومه ولا مسؤول من المسؤولين ينزل يشوف الستات اللي كانت ربات بيوت محترمين، اللي جوزها مات واللي ارمله واللي اتطلقت، بتشتغل على التوك توك دلوقتي عشان تربي عيالها، عشان تربي عيالها. هي دي الطبقه اللي المفروض الرئيس يحس بيها والحكومه تحس بيها. مش جايين يخرجونا من بيوتنا، بدل ما يقولوا خليكوا مكانكم واحنا نحفظ كرامتكم ونزود المرتبات والمعاشات عشان نصون كرامه الناس دي وكرامه الستات دي، ونطلع ونخليهم يربوا عيالهم ويطلعوا شباب صالحين وبنات صالحين للمجتمع. قولوا لي كده، لما واحده تطلع تشتغل على توك توك 12 ساعه ومش مقضيه، بتنزل الساعه 6 الصبح بتروح الساعه 10 و11 بالليل، يعني انا مش عارفه اقول ايه. هي الحكومه دي ايه؟ الحكومه دي زي ما قلت لكم فيه نماذج بتشتغل على التكاتك، هي الحكومه دي فاكرانا احنا الطبقه المتوسطه اللي عايشين بالايجار لحد دلوقتي، زي الناس اللي عايشه في الساحل اللي ازازه الميه المعدنيه ب 500 جنيه، اللي عايشين في الفيلا ثمنها 150 مليون جنيه، اللي رايحين حاضرين حفلات لراغب علامه وعمرو دياب وشويه اللي في الساحل. الناس اللي بتاكل فلوس اكل واحنا بندور على الجنيه ما احناش لاقيينه. الشعب المصري مش كله الناس اللي في الساحل يا جماعه. انا ولادي نفسهم يصيفوا، نفسهم يروحوا مصيف. ما احنا ما بنروحش مصايف من ايه؟ من قله. روحوا شوفوا جنبهم ولاد رجال اعمال تانيين وناس مش من مصر. يعني الناس اللي في الساحل وعايشين في الغردقه او بيروحوا الساحل الشمالي دول مش مصريين، دول تحس ان هم مش من مصر. انا مش فاهمه. حط النموذج ده جنب النموذج ده، دي اخرتها ان انا ما عرفتش اجيب لي العمر ده كله، ما عرفتش اجيب لي نفسي شقه تمليك حتى على اخر العمر. لما انت هتديني شقه اسكان اجتماعي شوف حضرتك عاملها بكام، ما تناسبنيش خالص، ولا جايه معايا ولا مع مستوايا ولا مع وظيفتي ولا مع معاشي ولا مع اي حاجه. بصوا للناس اللي تحت. يا سياده الريس
بص للناس الغلابه، بص للستات اللي انتخبتك، بص للستات بقى نازله تشتغل على التكاتك في الشارع، طلعت نزلت تشتغل على توك توك بدل ما تطلع ترقص على السوشيال ميديا. انا مش عارفه اقول ايه. فوضنا امرنا لله، حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه يا احلى حبايب واحلى متابعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.